الدم السال في مصر بإرادتنا وبفلوسنا وبدعمنا وتحريضنا ومباركتنا. شنو اللي قاعد يصير؟ انتم دماء الله عز وجل الى زوال السماوات والارض اهون عند الله من سفك دم عبد مؤمن، وانتم قاعد تسفكون دماء المسلمين، يصلون الناس يتهجدون. الناس تعرف في ثقافتنا احنا قتل الناس الابرياء لابد لها عند الله عز وجل من ملبي. انتم تذبحون الناس تمشون بالطريقه. نعم بس يقول لك دول الخليج عندها خوف من جماعة الإخوان المسلمين، جعلهم ما يؤمنون إذا بهالطريقة هذه من جماعة الإخوان المسلمين لزعزعة الأمن في منطقة الخليج. يا أبو علي هذه وجهة نظر أنقلها لك. اليوم أنظمة الخليج ما تحركت في هذا الأمر إلا أن السكين وصلت للعظم بسبب جماعة الإخوان المسلمين. الله لا يمنهم، كانوا بيذبحون دماء الناس ذبح الشياه. جماعة الإخوان المسلمين صار لها 80 سنة لا ذبحت أحد ولا سوت انقلاب في أي مكان، وصلت الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، وصلت الحكم عن طريق صناديق الاقتراع في ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي المغرب، ولا يوم عندهم انقلاب واحد. كل القتل صار عندكم انتم. يجب، انا ماني من الاخوان المسلمين، وكنت قبل 4 شهور ضد الاخوان المسلمين، وقاعد عندكم هني واسب الاخوان المسلمين، صح ولا مو صح؟ ماني من الاخوان المسلمين انا، لكن تقتلون المسلمين تبون نوقف معاكم؟ لا والله ما نوقف معاكم، لا والله احنا ضدكم، لا والله هذا الامر اللي قاعد تسوونه انتم حرام، زرام، زقوم، لعنه الله على من يقتل مسلم. شو الحكي هذا؟ فوضى هي قتل الناس. انتم على بالكم تذبحون الناس تمشون من اللي ذبح الناس؟ هل احد من المملكه العربيه السعوديه ولا الامارات ولا البحرين قتل احد في مصر؟ ما لهم شغل مصر. بعد 20 دقيقه من الانقلاب بيان سعودي يؤيد الانقلاب. 20 دقيقه ما اصبحنا الصبح يعني. هذه القضيه من دراكم انه في انقلاب؟ في تآمر بالقضيه هذه. الانقلاب لما حصل زين واضح ان انقلاب، الدبابات بالشوارع وذبحت الناس. هذا انقلاب. انقلاب على شنو؟ على الدستور مستفتى عليه من الشعب، على برلمان منتخب من الشعب، على رئيس منتخب من الشعب. بعدين اي كلام تقول لي غير هذا عمل ايش تسميه؟ هذا عمل دموي انقلابي. بالانقلاب ما في شيء اسمه منطق ولا في اسمه. اوكي يعني الحين انا افهم من مجمل كلامك اللي قلته ان سبب اليوم الخلاف القطري الخليجي للدول الثلاث اللي هي الامارات والبحرين والسعوديه بسبب موقف قطر من موضوع مصر. مو موقف قطر من مصر، سبب فشل الانقلاب في تثبيت اقدامه، وهم يتهمون زين شكو قطر في الموضوع؟ قطر اسعد السفراء اذا تقول هذا الكلام صحيح. قطر ما لها علاقه الا انها سامحه لقناه الجزيره تنقل ما يحدث في مصر. كون الناس يشوفون ما يحدث في مصر معنى ذلك ان الانقلاب مو ثابت، معنى ذلك ان الانقلاب من فشل الى فشل الى فشل الى فشل، معنى ذلك ان الدوله المصريه الان تنتهب وتسرق، واموال الخليج تسرق في مصر ومساعدات الخليج تسرق في مصر، والانقلاب سيفشل. الحقيقه هذه مخ الخليجيين المغلق اللي مو متعود على الحريه، مو متعود على الراي الاخر، هالمخ هذا يبي يقول سكر ادوات الاعلام وخلي مصر تطبخ لين احنا نقضي عليهم بالذبح والقتل والتشريد بالطريقه هذه. حجي الحقيقه سحب السفراء شيء واحد، وهو فشل الانقلاب في مصر. الانقلاب فاشل وسيفشل، وسيعلق القضاة على المشانق، وسيعلق قادة الجيش على المشانق، وسيعلق الدجالين على المشانق، ويروح ندفع حنا في الخليج ثمن بيعنا لكرامة الله. اكو رئيس محكمة دستورية يقسم على الانقلاب؟ اكو رئيس محكمة دستورية ومجلس القضاء الأعلى يقسمون على الانقلاب؟ اي هم ما يعتبرون انقلاب. وجهة نظرك انقلاب، لكن هم وجهة نظرهم هذول القضاء. هذا القضاء الملجأ للاختلاف. شلون يأيدون انقلاب على شلون يعزلون الرئيس؟ رئيس منتخب وبرلمان منتخب ومجلس شورى منتخب ودستور مصوت عليه.